كرات الدجاج بالزبدة والثوم مع المعكرونة الكريمية بالبارميزان. المكونات لكرات الدجاج: 500 جرام دجاج مفروم، نصف كوب فتات خبز، ربع كوب جبن بارميزان مبشور، 1 بيضة، 2 فص ثوم مفروم، 1 ملعقة صغيرة من التوابل الإيطالية، نصف ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، 2 ملعقة كبيرة زبدة. لصوص البارميزان الكريمية: 2 ملعقة كبيرة زبده، 2 فص ثوم مفروم، 1 كوب كريمة ثقيله، نصف كوب مرق دجاج، نصف كوب جبن بارميزان مبشور، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. للمعكرونة: 400 جرام من السباغيتي أو لينغويني مطبوخة. في وعاء امزج الدجاج المفروم وفتات الخبز والبرميزان والبيض والثوم المفروم والتوابل الإيطالية، الفلفل الحلو والملح والفلفل الأسود. تشكل كرات اللحم لكرات صغيره. سخني معلقتين كبيرتين من الزبدة في مقلاه على نار متوسطه. اطهي كرات الدجاج لمدة 6 إلى 8 دقائق مع التقليب المستمر حتى تكتسب اللون البني الذهبي وتنضج تماماً. اخرجيها وضعيها جانباً. في نفس المقلاه ذوبي ملعقتان كبيرتان من الزبدة على نار متوسطه. اقلي الثوم المفروم لمدة دقيقة واحدة حتى تفوح رائحته. اضيفي الكريمة الثقيلة ومرق الدجاج وجبن البرميزان. اتركي المزيج على نار هادئة لمده 3 إلى 4 دقائق مع التحريك المستمر حتى تتكاثف الصلصة. تبليها بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. اضيفي المعكرونة المطبوخة للصلصة وقلبيها. عيدي كرات الدجاج للمقلاه وضعي الصلصة فوقها بالملعقة. قدمي الطبق دافئاً مزيناً بمزيد من جبن البارميزان أو البقدونس المفروم، وبالهنا والشفا. ولا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى والدعاء لأموات المسلمين. اشترك في قناتنا لمزيد من الوصفات والنصائح.